دلوقتي في السودان، واللي حصل في مصر، واللي خلى الشاب العيل الصغير الجزائري اللي كان بيتكلم بهدد وهذيع الشريط بتاعه النهارده بقى ما عادش خلاص بقى المستور، كل المساله فكت خلاص. اللي كان بيقول احنا هنعمل مجازر هذيعه، وانا كنت بذيعه امبارح وقلت دي مش رساله تهيير، دي رساله تحذير، بس هذيعه دلوقتي. بس عايز اطمن ان بعث التلفزيون المصري ده الاخبار اللي بتجي اول باول، مش احنا بس بنطمن على حد. بعث التلفزيون المصري كلها امنه وفي امان، وان طارق علام وماجد المصري ونهال عنبر ومحمد مرسي قدام المطار، ما اعرفش ما بيدخلهمش ليه، انما اعتقد في طريقهم في المطار خلاص. محمد فؤاد وهيثم شاكر في وكاله طارق نور، و حمدي خليل نقيب المحامين، ووائل ابراشي وهلا صدقي ولبنى عسل في احد المطاعم وكويسين وما فيش مشاكل عندهم، ومش هقول اسم المطعم لحد يروح لهم، ما احنا دلوقتي خايفين نكون احنا اللي بنبلغ على الناس بتوعنا، ما احنا في حرب. احنا دخلنا حرب خلاص، دلوقتي بقت المساله في معركه قايمه هناك وشغلانه هناك. يا ريت يجهزوا لي الشريط بتاع الولد ده وتظبطوه والصوت بتاعه، لانه كان الصوت امبارح كان. طب جهزوا لي الشريط ده بس عشان نشوفه. شفت يا كابتن طارق اللي بيحصل؟ للاسف الواحد مستاء لان الامور خرجت عن نطاق الرياضه اللي احنا بنتكلم عنها. وان الجماهير ده لا رياضه ولا علاقات دول. انا مش هسيبك ان احنا بقى هنقول الدول واشقاء واللغه والكلام الكبير ده، سيبك من الكلام ده لا علاقات دول ولا علاقات بين بشر ولا علاقات بين اي ناس عاقلين، ولا ممكن اي حد في حد ادنى من كل الامور، انما هو في سقف مفتوح. لان اخواننا هناك طلع ان هناك الحدوته اللي شغاله في ده صراع في اجنحه السلطه، في السلطه الواحده هناك، مش حتى المعارضه، ده الجناح بتاع السلطه اللي بيحكم صراع. جرايد قامت بالهجوم الحاد جدا والتحريض الحاد جدا، اولهم الجورنال اللي اسمه شروق اللي قال ان في 13 قتيل في مصر، ويصل الامر ان السفير الجزائري في مصر يقعد 3. طيب نقطع بس عشان معايا الاستاذ مجدي شمس الدين سكرتير الاتحاد السوداني لكرة القدم وعضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الافريقي. استاذ مجدي. يا استاذ مجدي. الو. يا استاذ مجدي. لا معاك احمد مش مجدي. مين احمد مين؟ احمد من شهر حضرتك. مين؟ احمد من شهر. انت فين دلوقتي يا احمد؟ احنا بكلمك من القاهرة يا احمد. حتى اخواننا لا مش قطع الخط، مش قطع. المسألة ان كل واحد بيتنصل من مسؤوليته وكل واحد بيتنصل من واجبه، وصراحة الحق مش على اي حد، الحق علينا احنا اللي ما اديناش المسألة الحد الواجب، والحق علينا احنا ان احنا بنسامح كتير، والحق علينا احنا. انا مش بحرض على حاجة واحنا حليها منين ولا منين، احنا العدو بتاعنا معروف. انما احنا دلوقتي انك تكتشف ان كله والكل ايه. انا قعدت اسمع شويه اذاعات وانا بعد الماتش، قعدت اسمع حاجات وبرامج من يا سلام على الشماته اللي موجوده في القنوات العربيه، يا سلام، زي ما يكون فرقه جايه من كوكب اخر كانت بتلعب واتغلبت على منتخب مصر. فعلا يا حبيبتي يا مصر، فعلا انت الاسيه، انت حملت الاسيه، فعلا انت اللي شلت الهم بتاع الفيلم ده كله سنين طويله. ما انت يا مصر اللي دفعت الشهداء، وانت يا مصر اللي حررت، وانت يا مصر اللي عملت. ولما بنتكلم احنا ما بنمنش ولا بنتكلم، بس هو ده الظاهر قدر مصر، وعلينا ان نتحمل قدرنا، وربنا يطمنا على الناس اللي هناك ويجي لنا اخبار من هناك ولا اي حاجه. مش عارف اقول ايه يا كابتن طارق انا في مثل هذه الامور. ده اللي انت بتقول لي اصلا ما بقتش رياضه، انسى بقى موضوع الرياضه دلوقتي. تعال احنا نتكلم، انت راجل بصفتك يعني مدير فني في حرس الحدود، ده فريق عسكري يعني انت، انا رايي بعد كده ان انتوا المساله بالنسبه ليكم يعني انت تدرب رياضه وتدرب الجزء الثاني عسكري. وانا رايي انك انت بدل يعني يبقى عندكم كور بتدربوا وبتاع، تدربوا على ضرب النار وضرب المطاوي وضرب طوب يعني ده مش ممكن. هل يعقل هذا الكلام؟ لا ما يعقلش اولا لان احنا عمرنا ما هنفصل عن الجزائر، يعني سواء حتى على مشاركات الانديه، يعني كثيرا ما تقابلت الانديه المصريه مع الانديه الجزائريه في البطولات الافريقيه، وهنتقابل، وكثيرا ما تقابل المنتخبات. يعني اللي بيحصل ده الامانه يعني الواحد يعني فعلا احنا بنشمت فينا عدونا.
للامانه لا، هو يعني لما اتقال على الجرائد الانجليزيه لقاء الكراهيه، احنا بنثبت ان هو ده لقاء الكراهيه. هو والله يا كابتن طارق مش المساله مش مساله ان لقاء الكراهيه ولا لقاء الحكايه، او احنا مش بنشمت فينا عدونا. احنا فعلا نفذنا كل اغراض عدونا مخطط. ما احنا دايما كان الواحد يقول ايه، دعنا من نظريه المؤامره، دعنا مش كل حاجه نقول هم كل حاجه هم دول اللي بيعملوها المؤامره. لا، ده واضح انها المؤامره. انت لما تشوف الخريطه دلوقتي بتاعت الوطن العربي هتلاقي في مشكله، في دم بيراق في اليمن بين يمنيين ويمنيين. ايه اللي قوم الموضوع؟ ما تفهمش. لما تشوف فلسطين، هل يعقل ان الفصائل الفلسطينيه التي حاربت وتكاتفت وقعدت تعمل لغايه ما بقى في دوله، الفصائل ديت اللي هي ضحت وماتت وقدمت الشهداء واخدين اسرى من بعض، هل يعقل انك انت تصدق ان يوصل الامر المخطط، يوصل تنفيذه، ان يوقع منظمه حماس وفتح في بعضهم وياخدوا اسرى من بعض ويقول لك بنتكلم عن تسليم الاسرى؟ انا يوميها كان حبيلي سكته قلبيه، قعدت يومين عندي اكتئاب، بيتكلموا على تسليم الاسرى، مفاوضات عشان تسليم الاسرى بينفتح. مين اللي عمل ده؟ مين اللي وصل دول يعملوا ده؟ مين اللي وصل العبث اللي بيحصل في المنطقة العربية دي، خدت بالك انه يحصل ده؟ مين اللي وصلنا لده؟ هل احنا كده، هل احنا سمموا لنا الجو، بقينا كلنا اغبياء وبقينا كلنا ما بنفهمش وبقينا كلنا بنكره هل هم عملوا فينا ده؟ هل يمكن ان يحدث هذا؟ هل يمكن النهارده ان حد يكون عاقل في دولة زي الجزائر؟ انتوا عندكم خناقة، عندكم حلوها مع بعض، انما ما تقلبهاش ده والله ما هو موضوع كورة. وبكره في تفصيل كامل هذا الموضوع، يعني بكره لازم نشوف حد متخصص في الشؤون دي عشان يجي يشرح لنا ايه الموضوع، لان الناس فاهمه انها كوره، ده شكل كوره، انما كان تنفيذ المساله ديت وهو بيدخل في الاطار العام بتاع المخطط انك انت ما يبقاش في دولتين عاملين على بعض. ما هي امريكا قالت لك احنا عايزين الثوره البرتقال، الفوضى الخلاقه، وعايزين بقى كل الدنيا تزيط وتبقى الفوضى الخلاقه، وما اعرفش مين اللي من كام يوم بيقول لك ما هو اللي حصل في الكوره ده الفوضى الخلاقه. الفوضى الخلاقه ان احنا نذبح بعضنا، الفوضى الخلاقه ان اللي يحصل كده. لبنان فيها مشكله، السودان فيه مشكله بتاعته بتاع دارفور، اليمن فيه مشكله وابتدت على حدود السعوديه، دخلت على حدود السعوديه، والنهارده بلد احنا ما فيش اي موضوع في اي حكايه يخلي ممكن يبقى فيه توتر، يعني ما فيش اي سبب من الاسباب ان يخلي يبقى فيه توتر بيننا وبين الجزائر، خاصه وان كل المواقف السابقه على مر السنين تمنع هذا الكلام. انما لما يحصل ده، لا لازم ناخد بالنا بقى، لازم احنا ناخد بالنا، ولا نبتدي ناخد بالنا من نفسنا احنا بقى، صراحه ربنا لازم ناخد بالنا من نفسنا بقى دلوقتي. المساله دلوقتي خلاص، مصر دفعت كتير جدا، سددت فواتير كتير جدا، سددت فواتير بدم ابنائها وبشهدائها وبناسها، وسددت فواتير بمدرسينها وبمهندسينها وبعلمائها، وسددت فواتير بكل حاجه، وسددت فواتير ان الحضن اللي بيلم كل المشاكل. انما دي ناس غريبه الشكل وناس حاجه غريبه جدا، انا مش عارف ايه اللي بيحصل ده. وانا اسف احنا مش عارفين نتكلم، احنا برنامج رياضي، يعني انا لا برنامج سياسي ولا برنامج حاجه عشان يبقى عندي نمر